حلقة جديدة من كرة كل يوم. الأهلي يواجه اليوم البنك الأهلي. هتاف الزمالك الجديد الثانية زمالك في الكونفدرالية. صعوبات الأهلي أمام البنك الأهلي. غياب الشحات لا يقلق. زيزو وأسوريو ومرحلة تكسير العظام. أخيرا المنتخب الأولمبي يحقق الفوز على مالي. تحكيم فاجر وما زال مسلسل التحكيم مستمرا. بيراميدز وعودة جبارة أمام سموحة. كولر غاضب ويقول للاعبين الدوري أولا. خلاص في كل عيد ندور على سيف جعفر. أول كلامنا صلي على الحبيب قلبك يطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع كورة كل يوم. صلي على النبي المختار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضى بها عنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالثلج والماء والبرد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحمنا وارحم مشايخنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم القدس في حفظك وأمانك. اللهم رد القدس إلى أهله. اللهم اغفر لإمامنا وشيخنا الكبير الشيخ الفاضل الشيخ أسامة عبد العظيم محمد حمزة. اللهم ارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم فك كرب المكروبين وسد دين المدينين وارزق كل عقيم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. حلقتنا اليوم أخيرا المنتخب الأولمبي يحقق فوزا غاليا على المنتخب المالي الأولمبي بهدف مقابل لا شيء أحرزه إبراهيم عادل في الدقيقة 10. وبعد ذلك هجوم ورد فعل من المنتخب المصري. هجوم من المنتخب المالي ورد فعل من المنتخب المصري. تألق حمزة علاء وخط الدفاع وتألق إبراهيم عادل وأسامة فيصل وأحمد نبيل كوكا على المستوى الهجومي وإضاعة سيل من الفرص. وما زال البحث عن التهديف للمنتخب الأولمبي مستمرا. المنتخب الأولمبي أمام النيجر ضيع الكثير من الفرص. المنتخب الأولمبي عقب الفوز يتصدر المجموعة ب4 نقاط وربنا يكرم إن شاء الله والوصول إلى الدور قبل النهائي في البطولة المقامة في المغرب والوصول إلى أولمبياد القادمة إن شاء الله 2024 الموسم القادم. الزملكاوية وهتافهم الجديد الثانية يا زمالك. خلاص نسيوا الستة يا زمالك وهيهتفوا من جديد والثانية يا زمالك عشان يبقى أول فريق مصري يحصل على بطولتين في الكونفدرالية. بس المشكلة اللي حصلت أن المركز الأول الصفاقسي التونسي في تونس والمركز الثاني الاتحاد المنستيري والمركز الثالث الترجي التونسي ومتبقي لقاء. في حالة فوز الاتحاد المنستيري والصفاقسي التونسي سيسافر بالترجي التونسي إلى الكونفدرالية. كذلك الوداد لم يحصل على البطولة في المغرب وغالبا سوف يحصل الوداد المغربي على المركز الثالث ومما يدل على لعبه في الكونفدرالية. ولكن يوجد استراتيجية السوبر ليج الدوري الأفريقي السوبر الأفريقي الجديد قد يعدل من ترتيب الوداد المغربي ليلعب في أبطال الدوري الأفريقي. هذا ما سوف نراه في الأيام القليلة القادمة. الزمالك سوف يكون في فرق المصنفة في المركز الأول ومعه الترجي ومازيمبي الكونغولي. وهنشوف الفرق اللي هتكون في التصدر في المجموعات بعد ما يخرج مجموعات من فرق دوري أبطال الدوري والوصول إلى الكونفدرالية. الدور بقى اللي جاي إعلام الزمالك الكونفدرالية هي أقوى بطولة في التاريخ. هي أقوى بطولة هذا الموسم الكونفدرالية. هذا ما سوف يقوله إعلامي الزمالك في الفترة القادمة ترويجا للبطولة التي سوف يلعبون فيها. الزمالك خلاص احتفظ بالمركز الرابع وقد يصل إلى المركز الثالث. متبقي للزمالك 3 مباريات إحداهما أمام الأهلي والأخرى أمام بيراميدز. المباراة القادمة للزمالك أمام المقاولون. هل يستمر؟ هل ينتصر أسوريو للحق وللعدل وللاحترام وللأخلاق والمبادئ أم يتدخل هزاز الرؤوس ومرتضى منصور في التأثير على أسوريو في إعادة
أحمد سيد زيزو مرة أخرى إلى التشكيل. أحمد سيد زيزو في مباراة السابقة تدخل بالإشارة لأسوديو، ما كانش عاجبه الكلام اللي بيوجهه له داخل الملعب وأشار ليه إشارات خارجة. أسوديو بين شوطي اللقاء أجرى تغييرا بخروج أحمد سيد زيزو ونزول نبيل دونجا، وقال له أنت ما تقعدش على الدكة. وأحمد سيد زيزو غير هدومه وخد بعضه وركب عربية مع زمايله وروح على البيت مباشرة. إذا من ينتصر، أسوريو زيزو أم زيزو أسوريو؟ هذا ما سوف نعرفه في الأيام القادمة. الحكام والتحكيم الفاجر إلى أين؟ ما زال مسلسل التحكيم الفاجر مستمر. بالأمس أحمد الغندور وهشام عطية على الفار وخطأ كبير مرة أخرى، ولكن الأخطاء التحكيمية يبدو أنها تأتي للزمالك فقط لا غير. أحمد الغندور احتسب خطأ لصالح الزمالك على حدود منطقة الجزاء على غزل المحلة بدون أي وجه حق، ولم يكن يوجد أي مخالفة نهائيا. الكرة لو كانت تحتسب خطأ كان يجب احتسابها خطأ على سيف الجزيري، لأن لاعب المحلة الواقع على الأرض لم يتدخل نهائيا على الكرة ولم يكن فيها ضربة حرة غير مباشرة. عموما أحمد الغندور احتسب ضربة حرة غير مباشرة. وقف على الحيطة أحمد سيد زيزو وفتوح أحمد، وفي النهاية فتوح وضع قدمه على الكرة وتركها، وأحمد سيد زيزو سدد الكرة. أحمد الغندور صافرة باحتساب ضربة حرة غير مباشرة على نادي الزمالك لعدم تحرك الكرة. هنا يسكت الجميع ويتكلم الفار، وتليفون وصل لهشام عطية في الفار بيقول له احسب الكورة جون، والفار يتدخل ويحتسب هدف لصالح نادي الزمالك. خطأ تحكيمي فاجر. الفار لا يتدخل نهائيا في استئناف اللعب، قلناها بدل المرة 100. الفار لا يتدخل نهائيا في استئناف اللعب، مثلما حدث في هدف الأهلي في البنك الأهلي الموسم الماضي، ورامي ربيعة لاعب الكورة من فاول والكورة كانت متحركة وذهبت إلى محمود وحيد الذي أحرز هدف للنادي الأهلي في البنك الأهلي، وأمين عمر يناديله محمد ميدو سلامة ويقول له تعالى شوف على الفار الخطأ بتاع تنفيذ الكرة. أمين عمر يقول له التنفيذ ما فيهوش أي حاجة، ده بيرجع لاستئناف الحكم. قال له لا، السيد مراد قال ان لو في تنفيذ خطأ الفار يتدخل. الفار لا يتدخل نهائيا في مثل هذه الكرات، ويبدو ان الفار يتدخل فقط لصالح الزمالك. عموما الكل وضع على الخبر مجور وسكت. حازم امام والشناوي جاء داخل عشان الفقرة التحكيمية وبيقول له بتهكم جهزت كل الكادرات معاك يا كابتن. ده حازم امام. واحمد الشناوي لم يتدخل نهائيا وقال المفروض ان استئناف اللعب الفار لا يتدخل فيه. محمد صلاح عبد الفتاح قال ان الكرة خطأ ولا يجب احتساب الهدف، أن الكرة لم تتحرك بكامل محيطها، وهذا هو تعديل الجديد للقانون، أن الكرة لابد أن تتحرك بكامل محيطها ثم يتم التسديد في الضربة الحرة غير المباشرة. هدف جديد ظالم للزمالك، والناس هتقول لي ان الزمالك كسب 2-0. لا، انا هقول لك ان الهدف ده كان مؤثر، كان في بداية اللقاء والمحلة ضيع اجوان كتيرة، ولقوا ان التحكيم برضو في صف الزمالك زي ما كان حاصل في المباراة اللي قبليها وفوز الزمالك 3-1 في مباراة فاركو في كأس مصر. اذا التحكيم ما زال يجامل الزمالك. حكام مباراة اليوم للنادي الأهلي: محمد الحنفي حكم ساحة، محمود أبو الرجال مساعد أول، ومحمد فاروق مساعد تاني، وسيد شعبان وشهاب راشد حكام الفار. في نقطة بس عايز أقولها لللاينز مان، المساعد الأول لحكم اللقاء أحمد الغندور، تقريبا هاني عبد الفتاح كان هو المساعد الاول. في الشوط الاول رفعت الرايه في تسلل على لاعب غزل المحله، والكره اللاعب كان متسلل، لم تنتظر
الى نهايه الهجمه. تمام؟ فخلاص يبقى كده المفروض انت عندك ان الاوفسايد اللي انت متاكد منه وشفته بعينيك بترفع عليه الرايه. في الشوط الثاني انفراد لشيكابالا من منتصف ملعب غزل المحله، وشيكابالا سابق ب2 ياردة وانت شايف التسلل بالكامل، ومع ذلك استمريت في الهجمه الى نهايتها ورفعت الرايه. هجمه اخرى لغزل المحله في الشوط الاول وبرضه رفعت الرايه بدايه التسلل. هذا هو الفارق بين تحكيم يريد احتواء نادي الزمالك ووصوله الى الفوز، وتحكيم يحاول وجود فريسه جديده للهبوط للدوري الممتاز. وعلى ما اعتقد سوف يكون غزل المحله. أسامة السويسي الناقد الصحفي اللي كان بيهاجم النادي الاهلي هو رئيس مجلس اداره غزل المحله اللي عمل كل شيء عشان يوقع فريق غزل المحله. احمد ميهوب اللي لو كان دخل فيه الجون الاولاني من النادي الاهلي بتلك الطريقه كان كل الناس هتطلع وتقول ان احمد ميهوب كان مفوت الجون. ما سمعناش اي حاجه عن التفويت، واشمعنى الزمالك بيجي يفوض لعيبه الفرق المهمه او المراكز اللي هو عايز ان هي تكون سيئه في تلك الفترات. شوف احمد ميهوب في مباراه الزمالك في اللقاء الاول وخساره الزمالك بهدفين مقابل هدف، ومباراته امام الاهلي والتصديات الرائعه، واحمد ميهوب في المباراه الماضيه، لدرجه ان جمهور غزل المحله هتف وقال له اطلع بره. احمد الشيخ يشير لاحمد ميهوب عقب احراز الزمالك للهدف الاول، بيقول له انت ايه اللي موقفك هنا؟ واقف ورا الحيطه ليه؟ ما وقفتش ومسكت الزاويه اللي داخل فيها جون ليه؟ ده الفرق ما بين لعيبه وما بين ناس بتضيع فرص عشان خاطر تهديها لنادي الزمالك. كولر غاضب جدا ويقول ويحذر اللاعبين ان الدوري اولا. مارسيل كولر يحاول الوصول الى النقطة التي تضمن له صدارة الدوري والحصول على لقب البطولة حتى يصل الى البطولة الخامسة في 8 شهور قضاهم مع النادي الاهلي. يبقى حقق 5 بطولات مع النادي الاهلي، حقق 2 سوبر وحقق كاس مصر وحقق بطولة افريقية. ينتظر الدوري الممتاز وينتظر الكأس الجديد وينتظر السوبر الافريقي وينتظر السوبر ليج الافريقي وينتظر دوري ابطال افريقيا الجديد وكأس العالم للأندية. مارسيل كولر مع الاهلي مستوى تاني، بطولات تانية، ارقام قياسية تانية، كل ده انجازات يحصلها مارسيل كولر. إدارة النادي الاهلي وفرت كل شيء، نرجو ان يكون ميركاتو صيفي جديد يتطلب فيه كل متطلبات الجهاز الفني وتدعيم جميع الخطوط. النهارده ان شاء الله يا ترى هنشوف محمد الضو كريستو عقب خروج حسين الشحات من اللقاء في الجانب الايمن، ام طاهر محمد طاهر من يبدا المباراه. على ما اعتقد ان محمد الضو كريستو لو في قائمه ال 18 سوف يبدا اللقاء بتاع البنك الاهلي، لان الجبهه الشمال في البنك الاهلي سوف تكون نقطه ضعف في حالة وجود محمد الضو كريستو فيها. هتكون نقطة ضعف على البنك الأهلي، وهيكون الهجوم من ناحيتها هيكون قوي بقيادة الضو كريستو ومحمد هاني. خلصت حلقتنا، ما خلصتش أخبارنا. تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.